السلام عليكم. النهاردة هنتعلم حاجة مهمة جدا في سي بلس بلس، وهي النستد لوبس أو الحلقات المتداخلة. يعني ايه؟ يعني لوب جوه لوب. الموضوع بسيط ان شاء الله، وهنشوف أمثلة عملية دلوقتي. احنا خدنا قبل كده النستد اف وشرحناها، ودي تقريبا نفس الفكرة وقريبة منها، ولكن على اللوبس. اوكي، طيب خلونا نفهم الفكرة كده بس بالكلام قبل ما نبدأ في الأمثلة العملية. النستد لوب بيكون عندي لوب خارجي ولوب داخلي جوه اللوب الخارجي. تمام، فانا دلوقتي بمشي في اول iteration عندي في اللوب الخارجي، بدخل الاقي اللوب الداخليه بتاعتي، اخلص الاتريشنز بتاعت اللوب الداخليه كلها، وبعد كده اطلع اكمل في اللوب الخارجيه، امشي على تاني iteration، وبعد كده انزل اخلص كل iterations اللوب الداخليه، وبعد كده اكمل في اللوب الخارجيه، اشوف الiteration اللي بعدها، وهكذا. انا مش هطول كتير في الشرح من غير امثله عمليه، فهنبدا دلوقتي نشوف مثال عملي عشان نفهم الفكره اللي انا بحاول اشرحها. تمام، اول مثال عندي هيكون عن جدول الضرب. جدول الضرب معروف ان هو مثلا عندك جدول واحد، بتمشي تضرب واحد دي في جميع الارقام لحد 12، ده المشهور مثلا للاطفال. تمام، فانا عايزه اطبع جدول واحد وجدول اتنين، ولكن عايزة يكونوا مضروبين، جدول واحد وجدول اتنين مضروبين لحد 12. تمام، فانا هعمل دلوقتي for int الاي بتساوي واحد. تمام، الاي اصغر من او بتساوي الاتنين، عشان انا قلت ان انا عايزة اطبع جدولين بس، واحد واتنين. تمام، وهقول الاي بلس بلس. كده عملت اول لوب عندي، دي اللوب الخارجية. طيب اللوب الداخلية بقى، هقول ان انا عايزة اعملها من واحد لاتناشر. تمام، هعمل فور تانية انت، لكن اخد بالي ان وانا بعمل الكاونتر ده محطش نفس الاسم، عشان الدنيا ما تدخلش في بعض. لازم اعمل كاونتر باسم تاني عشان اعرف اتحكم وامشي جوه اللوب. تمام، هخلي الجي عندي مثلا بواحد. اوكي، والجي اصغر من او بيساوي الاتناشر، الجي بلس بلس. تمام، عايز اقول له يطبع لي الاي. اوكي، هعمل علامة الضرب اللي هي هتكون اكس، بعد كده الرقم التاني اللي هو الجي، بيأكوال الناتج بقى اللي هو الاي في الجي. اوكي، ما ننساش اسيب سطر باك سلاش ان. انا بكتب بس هشرح كل اللي انا بكتبه دلوقتي. اوكي، دلوقتي انا قلت ان انا عايزة اضرب من واحد لاتناشر، يعني عايزة جدولين، جدول واحد واتنين، فبيبدأ من واحد لاتناشر. تمام، انا عندي دلوقتي لفتين بالظبط جوه اول لوب اللي هو اللوب الخارجي. خلينا نعمل جنبه كومنت، لوب خارجي. تمام، ودي لوب داخلي. تمام كده، انا عندي اللوب الخارجي ماشية في اول iteration، دلوقتي الاي بتساوي واحد، ماشي دخل جوه دخل جوه اللوب الاولانية اللي هو اللوب الخارجي، لقى جواها لوب تانية. تمام، فدخل جوه اللوب التانية لقى فيه جي بواحد. اوكي، وبعد كده الجي ماشية اخرها 12، والشرط بتاعي ان هو هيزود واحد في كل iteration. تمام، طيب هو لما بيجي جوه اللوب الداخلية بيلاقي ايه؟ طباعة، ان هو يطبع الاي مضروبة في الجي، وبعد كده بتساوي الاي في الجي. طيب هنفهم دلوقتي ان الاي بواحد في اول iteration، فهو دخل هنا هيعمل في اول iteration في اللوب الداخلية، هيلاقي ان الاي بواحد، طبع الواحد، بعد كده طبع علامة الفي. الجي بواحد فهيحطها بواحد،
وبعد كده يضرب الجي اللي هو 1 في 1 هيطلع لي 1. تمام كده خلص iteration واحدة في اللوب الداخلية. فهيعمل ايه تاني؟ هيدخل على تاني iteration بيزود الجي. تمام فالجي دلوقتي عندي بقت ب2. طب الاي لسه ب1 لان انا لسه في اول iteration من اللوب الخارجية. فانا دلوقتي بخلص اللوب الداخلية كلها لحد ال12. بعد كده اعمل ايه؟ هسيب سطر. تمام وبعد كده اطلع ازود 1 على الاي اللي هو كان ب1. فانا لما زودت 1 على الاي بقى ب2. تمام طيب هي الاتنين دي لسه جوه الشرط اللي عندي. الاي اصغر من او بتساوي الاتنين، فانا كده تمام انا لسه جوه اللوب. فهنزل اعمل ايه دلوقتي؟ هنزل جوه اللوب الداخلية. الاي عندي ب2 والجي عندي ب1. تمام طب هتقولي طب ما انا خلصتها لحد ال12. فاقولك انا معرفة الجي جوه اللوب. يعني انا مجرد ما خرجت من اللوب دي انا ما عنديش جي. يعني انا بره الحدود دي، بره الحدود اللوب الداخليه دي انا يعتبر ما عنديش جي. فلما هدخل في الاتريشن التانية من اللوب الخارجيه هيكون الجي ده بيتعرف عندي لاول مره ان هو ب1. فهعيد تاني الاتريشنز بتاعت اللوب الداخليه كلها في الاتريشن التانية من اللوب الخارجيه. تمام هنشوف دلوقتي لما يطبع هيطلع ايه بالظبط. تمام دلوقتي الاي عندي ثابته عشان هي اتريشن واحده لللوب الخارجيه. تمام بينما الجي بتكتر اهي من 1 لحد ال12. ليه؟ عشان خاطر انا بخلص اللوب الداخليه كلها، عديت على الاتريشنز بتاعتها كلها. تمام جيت دلوقتي اشوف ايه بقى تاني. الجدول التاني دلوقتي الجي بتكتر اهي، دي اللوب الداخليه اللي هي الواحد والاتنين والتلاته لحد ال12. والاتنين ثابته عشان دي اللوب الخارجيه. تمام فانا جوه كل iteration من اللوب الخارجيه بخلص اللوب الداخليه كلها واطلع اعيد تاني بقى اكمل iterations في اللوب الخارجيه، فارجع اعيد تاني في اللوب الداخليه. تمام اتمنى تكون الفكره وضحت. ده كان مثال، هنشوف مثال تاني. لو انا عايزه ارسم شكل هندسي بقى بالطريقه دي هعملها ازاي؟ تاني مثال عندنا مشهور قوي ان انا بعمل شكل هندسي بالفور لوب عن طريق نجوم مثلا. تمام فهيكون ازاي؟ مثلا عايزة اعمله مثلا لحد 4. خلينا نقول ان هما هيبقوا القاعدة فيها 4 نجوم يعني. تمام طيب نشوف بقى الفور دي هيجرى فيها ايه. هقول فور انت الجي بيساوي 1. تمام الجي اصغر من او بتساوي الاي الجي بلس بلس. يعني ايه بقى اللي انا كتبته ده؟ هنعمل سي اوت. تمام يعني ايه اللي انا كتبته ده بقى؟ دلوقتي هيمشي على الاتريشنز دي لحد 4. تمام فانا بقوله ان انت هتمشي لي بالجي لحد ما توصل للرقم اي. تمام فاول واحدة مثلا هيبقى عندي الاي ب1 والجي ب1. فهل الجي اصغر من او بتساوي الاي؟ تمام مظبوط الشرط. بعد كده اللي فوق دي مشيت فيها شوية فمشيت على تاني iteration فبقت الاي ب2. تمام فهيجي عند الجي هتبقى ب1. هيمشي فيها iteration واحدة يخلص دي كده iteration يطلع تاني يزود 1 على الجي فبقت 2. فالاي عندي كانت ب2 في تاني iteration من اللوب الخارجية. تمام فهيمشي لحد رقم الاي. يعني انا كل مرة همشي بالجي من الواحد لحد رقم الاي، والاي طبعا بتزيد مع كل iteration في اللوب الخارجي. تمام فده هيخليني اعرف ارسم شكل هندسي بالطريقة دي. اوكي هنشوف دلوقتي النتيجة هتطلع ايه. انا بعمل سطر جديد بعد ما اللوب الداخلية تخلص. ليه؟ عشان بمشي في iteration جديدة من اللوب الخارجية. فبالتالي انا بعمل ايه؟ اول سطر فيه نجمة، تاني سطر فيه نجمتين، تالت سطر فيه 3 وهكذا لحد 4. هنشوف دلوقتي.
تمام. عمل لي مثلث اهو. ممكن اتحكم طبعا المثلث ده عايزاه مثلا شكله متساوي الاضلاع او غيره. ده مثلا مثلث قائم الزاويه اهو، عامل لي كده ايه شكل هندسي مثلث اهو لو واخدين بالكم. اوكي. اقدر اعمل كده بقى بالمربع اي حاجه براحتي، انا هتحكم في الشرط وهيطلع لي اللي انا عايزاه. تمام. اشتغلوا بقى بايديكم كتير في امثله عشان تتعودوا عليها. النستد لوب دي مع اي لوب انا عايزاها، ممكن اعمل فور لوب جوه وايل لوب زي ما انا عايزه. وده بيكون النستد لوب دي عموما بتفيدني في المصفوفات ثنائيه الابعاد، او حتى يعني لو هي 1D. ان شاء الله المره الجايه هنفهم ايه هي المصفوفات اللي هي اسمها arrays. ان شاء الله المره الجايه نشرحها. ولو فهمت من الشرح ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. سلام.